مساء الخير على كل عملائنا. في حاجة مهمة عايز اتكلم معاكم فيها النهاردة، بالنسبة للناس اللي كانت عاملة تاتو قبل كده وحابة تعمل مايكرو بليدنج. فطبعا هو المفروض ان انت عندك تاتو قديم وتحب تعملي عليه مايكرو بليدنج، فما بينفعش لان اللون بيبقى غامق. النهارده ينفع تعملي مايكرو بليدنج على التاتو القديم، مفيش اي مشكلة بالتقنية الجديدة اللي احنا بنعملها. تمام، انا هعرض لكم فيديو دلوقتي على الشاشة، اتفرجوا عليها. دي كانت حواجبها لونها رمادي، طبعا كانت عامله من سنين، ايام قبل ما المايكرو بليدنج يطلع كان كله تاتو عادي. فمع مرور الوقت اللون ابتدى يزرق، احنا عدلنا عليه وعملنا مايكرو بليدنج. اوريكم الفيديو قبل واوريكم بعد. طبعا معايا دلوقتي الفيديو قبل كده على الشاشه اهو، انا بوريه لكم لونه رمادي زي ما احنا شايفين. طبعا من الصعب جدا ان احنا نعمل عليه مايكرو بليدنج. نتفرج دلوقتي، هنشوف الفينش دلوقتي عامل ازاي بعد ما عملناه. طبعا احنا في 2023 ومفيش حاجه دلوقتي اسمها مستحيل. وكده بعد ما عملنا المايكرو بليدنج تقريبا الوضع اختلف 180 درجة، فرق كتير. وده كده لسه معمول. طبعا لما القشرة بتقع والشكل بيهدى بيبقى احلى من كده كتير، وبيبقى طبيعي اكتر. لو اي حد عنده تاتو قديم وعايز يعمله مايكرو بليدنج، الوضع دلوقتي بقى من السهل جدا ان احنا نعمل عليه مايكرو بليدنج. طبعا بالتقنية الحديثة، لما تيجي هعرفك احنا بنعمل ايه وبنشتغله ازاي. تنورونا في اي وقت ومستنيينكم. ولو حابة تعملي كومنت هرد عليك بنفسي، واي استفسار انا تحت امركم، مفيش اي مشكلة. شكرا.